يا معتصم. نعم يا أبي الجميل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم وأخبارك؟ رضي الله عنك يا بني. الحمد لله رب العالمين. ما رأيك بدرس مهم جدا جدا جدا؟ نعم. وبارك الله فيك. هذا هو وقته وموسمه. نعم. ألا وهو قضية الزكاة يا معتصم. نعم. قضية الزكاة. ماذا تعرف عن الزكاة يا بني؟ هو ركن من أركان الإسلام الثالث. أحسنت. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة. أحسنت. وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أحسنت يا بطل، ما شاء الله. فإذا نفهم أن الزكاة هي ثالث ركن من أركان الإسلام. نعم. وإذا هذا ركن من أركان الإسلام، فإذا هذه مسألة حساسة ودقيقة جدا. نعم. تمام يا معتصم. فإذا الزكاة أمر دقيق، فتجب الزكاة يا معتصم على كل مسلم مكلف قادر بالغ. تمام. ووجب وكان ماله قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. تمام. حال عليه الحول يعني بلغ سنة قمرية كاملة، بلغ عاما قمريا هجريا يعني كاملا. تمام. فإذا بلغ عاما هجريا كاملا وكان قد بلغ النصاب فإنه تجب عليه الزكاة. نعم. جيد يا معتصم. نعم. والزكاة يا معتصم تجب في الذهب والفضة وما يقابلهما من النقد، مصاري. نعم. لا، نقول نقودا أو مال. نعم أحسنت يا معتصم. نقودا أو مالا وما يقابلهما من النقود والمال. نعم. وكذلك تجب في الماشية يعني الأغنام والأبقار والإبل. نعم. تمام. والجمل. والجمل كذلك. أحسنت. هو الجمل من الإبل. نعم. يؤكل. نعم. وتجب يا معتصم في الزروع والثمار، وتجب في العروض وفي عروض التجارة. نعم. تمام. وكل منها له نصاب معين ومقدار معين معروف في كتب الفقه. نعم. تمام. ولكن الضابط كما قلنا أن يبلغ النصاب أولا وأن يحول عليها الحول. نعم. جيد؟ جيد. طيب. فإذا عرفنا يا معتصم أن هذه الأصناف تجب فيها الزكاة. طيب يا معتصم لمن تدفع الزكاة؟ تدفع الزكاة للفقراء وللمساكين وللأصناف الأخرى المذكورة في الآية. قال الله تعالى في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن يا معتصم في هذه الآية الله يعدد لنا الأصناف الثمانية التي يدفع لها الزكاة وغيرهم لا يدفع لهم الزكاة. تمام. فيقول الله عز وجل للفقراء أولا والمساكين والعاملين عليها، يعني الموظفون الذين يجمعون أموال الزكاة. جيد يا معتصم. ومن رابعا؟ المؤلفة قلوبهم، الأشخاص أو الجماعات الذين تتألف قلوبهم ليدخلوا في الإسلام، والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب الأرقاء والعبيد. والغارمين، الغارمين من؟ المديونين الذين عليهم دين. تمام. عليهم دين ولا يستطيعون تسديد هذا الدين. والغارمين. وفي سبيل الله من خرج في سبيل الله مجاهدا أو في سبيل طالب العلم. وابن السبيل، ابن السبيل الذي خرج مسافرا وانقطع في الطريق، فهذا كذلك تدفع له. انقطع في الطريق، إما سرق ماله أو مثلا ضاع ماله في الطريق فانقطع في وسط الطريق ولم يعد يبقى لديه شيء يوصله إلى أهله. تمام. فهذا يجوز أن ندفع له الزكاة. تمام. اسمه ابن السبيل. ما اسمه؟ ابن السبيل. ثم قال الله تعالى: فريضة من الله. نعم. سأسمع أبوه للسبيل وابنه أيضا ليعرف ماذا سرق منه. نعم. وماذا انقطع من الطريق. كان يمشي في الطريق فجأة جاء قطاع طرق وسرقوا ماله
تمام، أو كان يمشي فضاع ماله، سقط من جيبه المال فضاع، تمام، فهذا اسمه ابن السبيل، مسافر، تمام، هذا يدفع له الزكاة. جيد يا معتصم؟ فقال الله فريضة من الله، ليؤكد لنا أن هذا المال هو زكاة، ركن من أركان الإسلام، فريضة وليس مجرد صدقة. قال في البداية صدقات، وإنما المقصود فيها هنا الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام، وليس التطوع والصدقات النفل. نعم. جيد يا معتصم؟ جيد. فإذا تجب إلى هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. فلا تجب لغني، لا يجوز أن ندفع الزكاة لغني، وكذلك لا يجوز أن ندفع الزكاة للأصول ولا للفروع، يعني للأب والأم والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، فلا يجوز أن ندفعها للأصول ولا للفروع. تمام يا معتصم؟ فمسألة الزكاة أمر خطير، وإذا المسلم لم يدفع الزكاة وكان يجب عليه دفعها يا معتصم فإنه في خطر، وإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وترك ركنا من أركان الإسلام، وهذا عقابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وسأذكر لك قصة يا معتصم حدثت عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستلم الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبايعه الناس بالخلافة، فحدث انشقاق بين المسلمين. بعض قبائل العرب يا معتصم ارتدت عن الإسلام ومنعوا الزكاة. قالوا نحن لا ندفع الزكاة. قالوا نحن ندفعها فقط عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، أما اليوم فلم يعد هناك مبرر لأن ندفع الزكاة. فغضب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقام وجمع الجيوش وتجهز للقتال. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مستغربا مستنكرا: يا أبا بكر ماذا تفعل؟ فقال له: أريد أن أحارب من منعوا الزكاة. فقال: يا أبا بكر أتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ بعض الناس لم يرتدوا وإنما فقط منعوا الزكاة، وبعضهم ارتدوا ردة كاملة بعد وفاة الرسول. فحاججه سيدنا عمر وقال له: يا أبا بكر أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف ذلك؟ فقال له سيدنا أبو بكر: يا عمر أجبارا في الجاهلية خوارا في الإسلام؟ يعني كنت قويا في الجاهلية واليوم تكون ضعيفا ولينا في الإسلام؟ هذا الأمر لا يحتاج إلى لين وإنما يحتاج إلى شدة. وقال كلمته العظيمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لو منعوني شيئا تافها صغيرا كانوا يؤدونه، يعني يدفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليه بالسيف. سيدنا أبو بكر لم يسمح أبدا بمنع الزكاة، شكل جيوشا لقتال مانعي الزكاة في ذلك الوقت. لماذا؟ حتى يضبط، أحسنت يا معتصم، سؤال جميل، لماذا؟ حتى يضبط الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأمة الإسلام. فلو تركها سيدنا أبو بكر لحدثت الفوضى منذ ذلك الوقت، ولا تساهل الناس ولا تركت هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. ولذلك سيدنا أبو بكر كان حازما شديدا، ذهب وقاتل مانعي الزكاة حتى انصاعوا واستجابوا لأمر الإسلام وأعادوا الزكاة. وبهذا يا معتصم، بهذه القصة نختم هذه الحلقة المهمة لنبين أهمية الزكاة وفرضيتها، ونؤكد على أن هذه الأيام هي خير الأيام التي تدفع فيها الزكاة، هو شهر رمضان، فالناس غالبا تكون في حاجة وفي فقر وفي ضروريات. لذلك يا معتصم بارك الله فيك نؤكد على أن الزكاة تدفع في هذه الأيام حتى يكون الأجر مضاعفا بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. بارك الله بك يا بني ورضي عنك. في أمان الله.